اهلا بيكم جوه عالم ما بيدخلوهوش الا القليل. عالم الضلمة اللي بيحضر اول ما تدوسوا على زرار التشغيل. لو دخلتم وهتكملوا فاللي جاي ما فيهوش رجوع، ولو نيتكم تستحملوا انصحكم تحبسوا الدموع. طفوا النور والبسوا في ودانكم الايربيس، شدوا حزامكم بعد ما تركبوا في الاتوبيس، وهاتوا فشاركم سواء في طبق او في الكيس، لان اللي جاي سواد على الكل واغمق من كل الكوابيس. في كل مرة بيقتل فيها بيرجع بيته لابس بدلة عريس سودا، مسشور شعره ومرسومة على وشه الابتسامة. يدخل شقته يشغل مزيكة أفراح بلدي ويرقص لوحده في الصالة. سامي شوقي مهنته الرسمية مصور أفراح، لكن بالليل هو القاتل الراقص. كانت بنت لابسة فستان فرح أبيض ماشية لوحدها في شارع جانبي بعد ما هربت من فرحها. سامي ظهر لها فجأة وقال لها: الفرح ما بيكملش غير برقصة الختام. وضربها 7 طعنات بالسكينة اللي في ايده وهو مشغل على تليفونه أغنية شعبي قديمة. رجع بيته، غير هدومه، نور النور وبدأ يرقص كأن الحفلة لسه شغالة. عريس وعروسة قاعدين في جنينة يصوروا فوتو سيشن مع سامي. سامي وهو بيصورهم طلب منهم لقطة عفوية، يبصوا لبعض وش في وش وكأنهم هيبوسوا بعض. وأول ما بقوا هما الاتنين مش باصيله، سحب سكينته من شنطة الكاميرا وكتم نفس العريس وقطع رقبته، وبعدها على طول كتم نفس العروسة اللي من الصدمة ملحقتش تصرخ وقطع رقبتها هي كمان. وبعد الجريمة سامي رجع شقته، شغل نفس الأغنية، على الصوت على الآخر، ورقص نفس الرقصة كأنه بيرقص في فرح فيه أعز حبايبه. سامي مش بيقتل صدفة، سامي عنده دفتر مكتوب فيه مواعيد الأفراح واللي بيحصل فيها من خيانة وفضايح وكذب. ساعتها بيشوف إنهم ما يستحقوش يفرحوا، لكن في حد بدأ يشك فيه. جاره العجوز اللي كل ليلة بيسمع صوت الزغاريط وبيشم ريحة دم جاي من تحت عقب الباب. جاره الحاج منصور راجل عايش لوحده من زمان. العمارة كلها كانت بتسميه الراجل اللي بيسمع دبة النملة، وده حقيقي، لأنه كل ليلة بعد الساعة 12 بالليل كان بيسمع عند سامي صوت زفة ومزيكة أفراح، وصوت سامي وهو بيرقص وبيغني. وأهم صوت كان بيسمعه كان صوت خرفشة بلاط مبلول وكأنه دم بيتمسح من على الأرض. منصور بدأ يشك، لكن شكه لسه ما وصلش لدرجة اليقين. في يوم من الأيام سامي كان فرحان وبيجهز عشان يتجوز، بس قبل الفرح ب3 أيام اكتشف إن خطيبته بتخونه مع صاحبه المصور اللي كان هيصور فرحهم. في اللحظة دي
سامي اختفى فجأة، اختفى لمدة سنة كاملة. ولما رجع كان مختلف، مفيش ضحكة، مفيش فرح. وقرر فجأة انه يبدأ شغله الجديد كمصور افراح، وكل فرح بيروحه بيرجع منه بجريمة. لكن الليلة دي الحاج منصور قرر يراقبه. فتح العين السحرية وشاف سامي راجع، ووشه كله دم ناشف ولابس بدلة وبيرقص وبيقول: مبروك عليكي عريسك الخيف، يا عروسة يا تايلة الزفة، مبروك عليكي. منصور ما قدرش يسكت، بلغ الشرطة. لكن لما الشرطة دخلت شقة سامي ما كانش فيها أي حاجة، لا دم ولا أدوات جريمة ولا حتى سامي ذات نفسه. وهنا كانت الصدمة. الشرطة قالت لمنصور إن الشقة دي فاضية من 6 سنين، ومفيش حد من اللي سكنوها اسمه سامي شوقي. منصور وقع من طوله، بس قبل ما يغمى عليه سمع صوت مزيكة أفراح طالع من شقته هو. ولما فاق لقى بوكيه ورد ميت على السرير جنبه، وجنبه كارت مكتوب عليه: الدور عليك يا منصور، الرقصة الجاية هي رقصتك. الحاج منصور ما قدرش ينام طول الليل. كل ما يغمض عينه يتهيأله انه شايف سامي واقف في نص اوضته، لابس البدلة السوداء وماسك كاميرا، وبيقوله بصوت خشن: ابتسم يا عريس، ده الليلة ليلتك. منصور راح يدور في أوراقه القديمة، وفجأة لقى صورة فرح قديم. الصورة بهتانة، بس العريس كان هو سامي شوقي. والصورة دي كانت من فرح في عمارتهم سنة 1998. لكن المفاجأة إن العروسة اللي في الصورة كان مكتوب اسمها الرباعي تحتها، والاسم الرباعي كان بيدل على إنها بنت الحاج منصور. طب ازاي وهو ما عندوش بنات من أصله؟ سامي ما كانش مجرد قاتل متسلسل، كان كائن مرتبط بلعنة أفراح قديمة. واللعنة دي بتحصل لما عهد الزواج يتكسر بالخيانة. هو مات قبل ما فرحه يتم، وفضلت روحه متعلقة بأي شخص خان أو تسبب في خيانة في وسط العلاقة. والمرعب أكتر إن سامي بيحط علامة على كل واحد في صور الفرح اللي بيصورها. الحاج منصور قرر يحرق الصورة اللي لقاها، بس وهو بيولع فيها سمع صوت كاميرا فورية بتشتغل وراه. لف بسرعة، لقى صورة جديدة خارجة من الكاميرا وطايرة في الهواء وبتنزل على الأرض. الصورة كانت لوشه، بس وهو مش في شقته، قاعد على كرسي ومتكتف بحبل، وتحته جملة مكتوبة بخط سميك: مفيش حد بيرقص مرتين. بعد 3 أيام الناس لقوا شقة منصور فاضية، بس فيها ريحة بخور جامدة، وبدلة سودة متعلقة على باب شقته، وجنبها كاميرا فورية فيها آخر صورة جواها لوش سامي وهو بيضحك.
وعدى شهر على اختفاء منصور، والعمارة هديت لحد ما سهى بنت في العشرينات نقلت في نفس الشقة. كانت شغالة في محل فساتين أفراح، وفي أول يوم شغل ليها هناك صاحب المحل اداها فستان قديم قوي مقفول بكيس بلاستيك، وقال لها: سهى بعد اذنك بس تاخدي الفستان ده معاكي وانت مروحه وخليه عندك مؤقتا. معلش بقى، اصل هو مطلوب في تصوير مخصوص بكره الصبح، معلش انا اسف. سهى أخدت الفستان وعلقته على شماعة في الأوضة اللي كان بينام فيها سامي زمان، والفضول خلاها تقيس الفستان وطلع تقريبا مقاسها. وبعد ما قلعته ولبست هدومها تاني غلبها النوم ونامت. وقبل الفجر بشوية صحيت على صوت زغاريت مكتومة وريحة ورد ميت. قامت مفزوعة، لقت الشقة كلها منورة بالشموع والفستان الأبيض ملبوس على مراية الأوضة الكبيرة. بس الفستان ما كانش عادي، الفستان كان عليه بقع حمرة باينة من تحت القماش الأبيض. سهى خافت وقررت تنزل الفستان تحت وتحرقه، بس وهي خارجة من باب الشقة لقت بنت صغيرة واقفة في الصالة، عينيها سودة تماما وبتقول: انت اللي دعيتيه لما لبستي الفستان، دعيتيه. وفي لحظة كل حيطة من حيطان الشقة بقت عبارة عن مراية، وكل مراية فيها صورة مختلفة. مرة ناس بترقص، ومرة ناس بتصرخ، ومرة سامي بيضحك، وصورة جديدة لسه بتطبع في الهوا لسهى وهي لابسة الفستان ووشها مش باين. وفي آخر مراية الكاميرا الفورية بتلقط صورة تانية لسامي وهو بيقول: الفرح لسه ما بدأش. مرت أيام وسهى اختفت. اللي لقوه من الشقة كان بس فستان الفرح، وجنبه كاميرا قديمة فيها صورة واحدة مطبوعة لوش سهى وهي بتبتسم، بس رقبتها كانت مقلوبة لورا وراسها وشعرها كانوا عند ظهرها. صاحب العمارة قرر يقفل الشقة تماما، بس عمرو واللي بيشتغل مصور صحفي سمع الحكاية وقرر يتسحب بالليل عشان يصور الشقة من جوه. وبطريقة الحرامية فتح باب الشقة بطفاشة، دخل والدنيا ضلمة والهدوء مالي المكان. لقى ألبوم صور مرمي على الأرض مليان تراب ووزنه تقيل. عمرو فتح الألبوم. أول صورة في الألبوم كانت لسامي وهو بيرقص مع عروسة ملامحها مش باينة. تاني صورة كانت لمنصور وهو ميت وعينه بتبص على الكاميرا. تالت صورة كانت لسهى قاعدة على السرير بس ايديها متأيدة بسلاسل حديد، وكل ما يقلب الصور بتتغير قدامه لوحدها وكأنها بتتكلم. عمرو بدأ يسمع صوت كاميرا بتلقط صور حواليه رغم انه لوحده. بص قدامه لقى المراية اللي قدامه اتحولت لشاشة كبيرة بنفس حجم المراية بالظبط، وشغال عليها فيديو ليه وهو واقف وماسك الألبوم ووشه بيدوب. حاول يخرج لكن الباب مقفول والشباك متسمر بمسامير وخشب، وكل الصور اللي في الألبوم دلوقتي بقت صور ليه هو وهو بيعيش مشاهد الرعب اللي حصلت لكل اللي قبله. آخر صفحة في الألبوم كانت فاضية بس فيها عنوان مكتوب بخط أحمر، والعنوان كان بيقول:
العريس الجاي لسه موصلش. عمرو حاول يشق الورقة الأخيرة من الألبوم بإيده، بس الورقة كانت ماسكة في جلد إيده ومش عايزة تسيبه، والخط الأحمر اللي كان مكتوب بيه الجملة كان دمه. بدأ يسمع صوت خطوات في الشقة، بس ما كانتش خطوات عادية، كانت رقص بطيء على مزيكة فرح شغالة من مكان مش معروف. بص حواليه، لقى فستان فرح متعلق على الحيطة، شكله متوسخ ومتقطع، والطرحة اللي عليه بتنقط دم. عمرو قرب منه، الفستان وقع على الأرض، بس لما بص وراه لقى العروسة سهى لابسة الفستان وعينيها سودة بالكامل. قالت له بصوت واطي وكأنها بتهمس له: كله بدأ بصورة وهينتهي بصورة. ومدت له ايديها بالكاميرا وقالت: صور نفسك عشان تكمل الألبوم. رفض وجري ناحية الباب، لكن الباب ما بقاش موجود، والمكان كله اتحول لصالة أفراح قديمة جدا ومهجورة، فيها كل الضحايا قاعدين وبيسقفوا ورقابهم مقلوبة، وفي وسطهم سامي ومنصور وسهى قاعدين وجنبهم كرسي فاضي. بدأت مزيكة الزفاف تدق، ونور قوي اتسلط على وش عمرو. سهى قامت ومشيت ناحيته، وايدها فيها الكاميرا والايد التانية فيها السلسلة الحديد. عمرو صرخ والنور اختفى. ولما فتحوا الشقة تاني بعد أيام ما كانش فيها حد، ولا كان فيها حاجة غير الكاميرا القديمة اللي كانت على الأرض وفيها صورة مطبوعة. الصورة كانت عبارة عن صورة جماعية لكل الضحايا، وعمرو وسهى واقفين في النص ولابسين بدلة فرح وفستان فرح متقطعين وغرقانين بالدم، وتحت الصورة مكتوب: قاعدين على نار مستنيين عريسنا وعروستنا الجايين. يا رب الحلقة تكون رعبتكم، ويا رب تناموا يا صاحيين، وما تنسوش اللايك المرعب لو كنتوا ما زلتم عايشين، وقولولي ايه اللي عجبكم في تفاصيل الحلقة يا حلوين، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تفضلوا في الرعب سنين، واشوفكم في الحلقة الجاية لو على كوابيسكم ناويين. سلام.